السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير. تعالوا النهاردة نعمل كده كيكة البرتقال مع بعضنا، حاجة كده خفيفة نشرب بها الشاي، وحاجة يعني مش مكلفة قوي، وحاجات عندي موجودة فقلت اعملها معاكم. كده كده كنت مشغلة الفرن بشوي باقي الفرخة اللي قلت لكم هعمل نصها، عملت بقيتها تاني النهاردة نقضي بيها اليوم ونمشي حالنا. تعالوا نشوف مقادير الكيكة معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا بقى مدربة، انا جيت من الشغل والصراحه متنحت. ده قشر برتقانتين، خدت الغلاف الاصفر ده، الغلاف بيدي طعم للكيكه، بيوديها في حته تانية. ومعايا بيضتين كفايه قوي، والله العظيم هتطلع جميله. واحد بيكنج باودر، كيس فانيليا، 3 كوبايات دقيق، كوبايه سكر. حط كوبايه سكر لكم. بصوا معايا كوبايتين شبه بعض، 2 شبه بعض. هعاير بيهم المقادير بتاعتي، واحده المواد الجافه وواحده المواد السائله. هحط هنا كوبايه سكر. بصوا دي كوبايه برتقال، برتقانتين ضربتهم بتفلهم بحالهم. هو مجرد قشرت البرتقانه وطلعت البذر منها وضربتها زي ما هي، لان الطعم ده كله هيبقى في الكيكه، وجربوها والله ما هتندموا. اخر كيس سكر في التومين. التومين ما عادش معانا النهارده، الشهر ده 10 ايام على بعض. حط كوبايه سكر. خلي بقى دي بتاعت المواد السائله، ده في الخلاط بتاعي. يبقى انا حطيت كوبايه عصير برتقال، وحطيت كوبايه سكر، وهحط كوبايه زيت، مش كوبايه يعني كده، 3/4 كوبايه، اللي هي كوبايه الا ربع كده. وهحط البيضتين، هقول تاني عملتي ايه. حطيت هنا في الخلاط، حطيت بيضتين، كوبايه، لو هتعمليها ساده يبقى كوبايه لبن، هتعمليها بالبرتقال يبقى كوبايه برتقال، هتعمليها بالفانتا يبقى كوبايه فانتا، مقادير كلها واحد. يبقى حطينا كوبايه سكر، كوبايه عصير برتقال، بيضتين، اللهم صل على النبي، وكوبايه الا ربع زيت. وهحط معاهم باكو فانيليا، مع ان هو كله برتقال، وقشر البرتقال ده بيوديها في ناحيه تانية خالص. هضربهم كويس في الخلاط مع بعض، هضربهم، هفصل معاكم لحد ما اضربهم عشان صوت الخلاط. ضربتهم 5 دقايق لحد ما اتاكدت ان السكر داب خالص وكل حاجه اتمزجت مع بعضها. هجيب بقى الكوبايه اللي كنت حاطه بيها السكر، المواد السائله الجافه، هحط 3 كوبايات دقيق ممسوحين كده بالمنظر ده، ممسوحين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحد، وما دقهمش. 2، ده مقدار صينيه حلوه كبيره حلوه. 3، هما ال3 كوبايات دول نص كيلو دقيق، يعني لو حطيتهم، جبت الميزان دلوقتي وحطيتهم عليهم هيطلعوا نص كيلو دقيق. حطيت ال3 كوبايات بتوع دقيق. انزل الكاميرا كده عشان يبقى واضح. 3 كوبايات دقيق ممسوحين، احط عليهم باكل بيكنج باودر، واحط عليهم ذره ملح، حاجه كده، ملح ذره صغيره كده. الزيت عشان ما يدلقش واشيله، ولا مضرب ولا اي حاجه. هقلب كده المواد الجافه مع بعض، اقلب البيكنج باودر مع الدقيق عشان ايه يعمل معانا. هنزل بقى عليهم بالمواد اللي احنا ضربناها، شايفينها سايله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبهم مع بعض كده، نفضل نقلب لحد الدقيق بتاعنا ما يختفي وما يبقاش مكلكع ولا فيه
كلاكيع ولا حاجه. انا بحب احطها في الصينيه الكبيره، بس عشان الفرن ده صغير مش هيبقى مقفول ومحكوم في الصينيه الكبيره، لكن الصينيه الوسط دي هتبقى مقفوله كويس. لو فات كام حبه حطهم في كام قالب كب كيك، بس لازم الفرن يبقى محكوم ومقفول كويس عشان الهواء ما يخرجش من تحت. شايفين العجينه بقت عامله ازاي؟ ولا هي سايله ولا هي تقيله، حلوه مظبوطه. بصي بتنزل ازاي، وريحه البرتقال مش قادره اقول لكم رهيبه. هدخلها بقى في الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. طبعا انا ببقى شغالة فوق وتحت وبختبرها بالخلة. تطلع معانا الكيكة شايفين عاملة زي ما كنت دهنة الصينية دي على فكرة، دهنة زيت ومبدراها بتبديرة دقيق بسيطة. تطلع معانا الصينية شايفين الفقاعات اللي فيها دي، واوريكم مع بعض شكلها هيبقى عامل ايه. خليكم معايا لما تطلع معانا الصينية. ما خدتش معانا 3 دقايق، وحاجة حلوة لولادنا وحاجة نشرب بيها كوباية الشاي. ودي الكيكه بتاعتنا. شغل الاضاءه. ودي الكيكه بعد ما خلصت، شايفينها حلوه ازاي؟ شايفين العلو بتاعها؟ وبصوا طريه ازاي، والله جميله. بصوا الصينيه طبعا انا قطعت بس كام حته دول لسه سخنه وبتفرول عشان لسه سخنه. فدي كانت كيكه البرتقال هشه وجميله، والف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.